أنا استغربت جدًا من الكلمة بتاعته، قُلت له: "إزاي يعني مش بني آدم زينا؟" قال لي: "زي ما باقول لك كده، الراجل ده كان بيظهر في أماكن ويختفي، ومرّة كان في خناقة بينه وبين واحد من البلد، الناس كلّها اتلمّت عشان يطلّعوه من جوّه البيت، ولكن ما لقوهوش، رغم إن هُم كانوا سامعين صوته من جوّه، والحكاية دي معروفة جدًا في المنطقة هناك، الراجل ده مش بني آدم." أنا قُلت له: "يا عم أنت بتخرّف والّا إيه؟ يا عم أنا باتعامل معاه ودخلت وعزمني على أكل وشرّبني شاي راجل عادي خالص، أنتم ليه بتقولوا كده؟ طب تعالَ أنا وأنت نروح دلوقتي ونشوفه موجود والّا لأ." قال لي: "لا، لا، لا، لأ، ما ليش دعوة يا باشا، أنت عايز تروح له، اتفضل حضرتك روح له، لكن أنا مش هاقدر آجي معاك خالص، بس أنا حذّرتك وقُلت لك وأنت حُر." وراح مخلّص كلامه ومشي. بعد ما مشي كلامه قعد يزقزق في دماغي كده، وقعدت فعلًا أتخيل إن هو ممكن يكون مش طبيعي، لإن كان بيحصل حاجات غريبة جدًا لمّا باروح له، يعني أنا أكون واقف جنب البيت كده ألاقيه فجأة واقف جنبي. ما اشوفوش وهو بيطلع من الباب مثلًا، أو ما اشوفوش وهو جاي من بعيد، يعني فجأة ألاقيه واقف جنبي، بس طبعًا كل الحاجات دي ممكن تكون تهيؤات، وممكن الواحد يكون بيكبّر الموضوع شوية. المشكلة بقى مش في كده، المشكلة إن أنا بعد ما مشيت في اليوم ده، بدأت تحصل معايا أحداث غريبة جدًا. يعني بعد يومين كده والساعة 00:00 كنت راجع من الشغل الساعة 07:00 أكلت وحاولت أنام ما عرفتش، رُحت قايم كده قعدت أتفرّج على التلفزيون شوية، وبعدين دخلت نمت كده على الساعة 01:00. على الساعة 02:00 لقيت فجأة البيت كله فيه صوت غريب كده، صوت كده يشبه الرفرفة بتاع أجنحة الطيور، يعني كأن في طيور في البيت. المهم إن أنا كنت متغطي ومش حاسس بحاجة خالص، وفجأة لقيت الأوضة بتاعتي اتملت بالخفافيش بطريقة غير عادية. المشكلة إن الخفافيش دي كانت عمالة تطير في كل أنحاء الأوضة وتنزل تخبط في دماغي وتخبط في السرير، وسامع صوت بقى خبطها في الدولاب وفي باب الأوضة، حاجة مرعبة جدا. وأنا خفت أقوم حتى أحاول أفتح الشباك أو أفتح الباب، فضلت مغطي راسي كده، وشوية كل حاجة اختفت. لما قمت قعدت أقول يعني معقول يكون بيتهيأ لي؟ لا، أنا كنت حاسس بيهم كويس جدا. المهم عدت الليلة دي ونمت عادي، ولو إني كنت نايم قلقان جدا. ونزلت تاني يوم رحت الشغل ورجعت، وكنت مش هروح المزرعة اليومين دول، كان لسه قدامي كده مثلا بتاع 7-8 أيام على بال ما أروح المزرعة. المهم يوم تاني برضو كنت قاعد لوحدي في البيت، وبعدين قاعد على كرسي كده في الصالة وعمال أكتب حاجات وحسابات وكده، حسيت إني عايز أغفل كده، رحت نايم شوية على الكنبة. قمت يعني من على الترابيزة وقعدت على الكنبة. على الساعة 11 كده سمعت صوت حد بيصرخ، بس مش صرخة بني آدم، لأ، ده كأن طفل صغير بيصرخ. حاجة غريبة جدا، صريخة شبه صريخة الستات، كأن ست بتصرخ بالظبط. وحسيت إن الصريخة دي سامعها في ودني بكل وضوح، وكأنها جوه الشقة مش بره. قمت قعدت ألف كده وأروح يمين وشمال وأدخل الأوض وأطلع، مكانش معايا حد في البيت، مفيش أي حاجة. استغربت جدا. المهم على الساعة 12 كده ونص رحت داخل أنام. أول ما نمت بعديها كده بنص ساعة حسيت كده إن السرير اللي أنا نايم عليه بيتهز كده هزة، يعني هزة أفقية كده فوق وتحت، يعني كأن حد بيمرجح السرير. فقمت فتحت عيني كده لقيتها الساعة 1 ببص حواليا لقيت كل حاجة تمام، مفيش أي حاجة ولا في هز ولا في أي حاجة. نمت تاني لقيت السرير بيهز تاني برضه. رحت قايم قاعد كده لما أشوف آخرة الموضوع ده إيه. ما حصلش حاجة. رحت داخل نايم تاني، وبعد كده دخلت في النوم. حلمت بحلم مزعج جدا جدا جدا. حلمت إن الراجل اللي هو بتاع الخفافيش ده داخل عليا الأوضة ومعاه خفاش من الخفافيش اللي هو محنطها، والخفاش كان في إيده عمال بيرفص كده كأنه يعني بيموت يعني في إيده. راح جاي مقرب عندي كده وعلى وشي، وراح ضاغط على الخفاش جامد جدا لحد ما موته. أنا قمت اتفزعت من النوم، ما كنتش مصدق. المنظر كان طبيعي جدا، والخفاش كان شكله شبه البني آدمين بالظبط. صحيت تاني يوم رحت الشغل، وقعدت يومين 3 كده مفيش أي حاجة، وخلاص كان فاضل بقى يوم وأروح على المزرعة. بس قبل ما أروح المزرعة بيوم كده كنت قاعد على المكتب بتاعي وفارش بقى الورق بقى المصاريف والحاجات اللي هروح أراجع عليها تاني يوم في المزرعة، وعمال أراجع كده عليهم. فجأة حسيت كده إن في حاجة بتتحرك ورايا. كل ما أبص حواليا ما الاقيش حاجة، بس حاسس في هوا كده بيعدي من ورايا، مش هوا عادي، لأ، كأن بني آدم معدي من وراك. المهم خلصت شغلي ورحت داخل نايم.
وانا نايم بفتح عيني بالليل، حاجه كده لا اراديه خلتني افتح عيني بالليل، لقيت خفاش بيبص في وشي، وايه وشه في وشي كده، لقيته بيصرخ حته صرخه. طبعا انا لما كان بيحصل لي الكلام ده كنت بقوم من النوم على طول اتوضى واجيب المصحف واقعد اقرا فيه واقعد اصلي، والليله دي ما كانتش بتعدي. المهم ده اليوم اللي بعده ورحت المزرعه. اليوم ده نزلت متاخر شويه لاني ما كنتش عارف انام بالليل، وما جاليش النوم غير على الساعه 5 الفجر كده او 6، فرحت نايم ساعتين وقمت على الساعه 8 9 كده اتحركت وكنت هناك عند المزرعه الساعه 10. طبعا الساعه 10 الدنيا بتبقى رايقه جدا وهاديه وبيبقى الجو جميل، فقلت اما اعدي من الطريق كده واشوف البيت بتاع الخفافيش ده اخباره ايه. المهم رحت معدي، بس لاول مره احس ان البيت شكله غريب جدا، يعني شكله مش الشكل اللي انا متعود عليه. يعني انا متعود ان شكله بيت فخم كده وشكله يشد يجذب العين، لكن في المره دي حسيت ان هو شكله بيت قديم، وكل الحاجات اللي كنت بشوفها وبنبهر بيها ما حسيتش بيها خالص المره دي، عارف ليه؟ وبعدين لما كنت بقرب من البيت، يعني انا شايفه من اول الطريق كده، لما كنت بقرب عليه يعني بعدي من جنبه اقرب، يعني من اقرب نقطه، كنت بحس ان انا عندي احاسيس غريبه كده، حاسس كده كأن يعني قلبي بيدق بزياده، في حاجه مش مظبوطه. المهم رحت شادد بسرعه ورايح على المزرعه على طول، قررت ان انا ما اعديش من جنبه تاني. المهم لما وصلت المزرعه كان في شغل كتير جدا هناك، والمزارعين بقى كانوا عاملين مشاكل، وناس بقى بتتخانق على اليوميه بتاعتها، وناس بقى بتتخانق عشان يشتغلوا كتير، وناس تانية طبعا قاعده ما بتعملش حاجه. كنت قاعد بقى معاهم احللهم في المشاكل بتاعتهم، ورحت مخلص الشغل بتاعي ومروح. بس في اليوم ده رحت طالع بالعربيه على الطريق كده وانا ناسي بقى موضوع البيت بتاع الخفافيش ده. وأنا أول ما قربت للحتة اللي هدخل فيها من عند البيت بتاع الخفافيش قررت إني ما أدخلش، قلت لا أمشي من الطريق الطويل وبلاش المرة دي، أعصابي مش مستحملة، وكمان الساعة كانت تقريبا 4 أو 5 والليل قرب يليل، يعني فخلاص مفيش داعي يعني للسسبنس يعني والأكشن، خليها مرة تانية. ورحت واخد العربية ومروح. المفروض إن أنا ما بروحش المزرعة كل يوم، يعني بروحها مثلا كل 5 أيام 6 أيام إلا لو للضرورة يعني. في يوم خميس كده لقيت المزارع بتاع المزرعة بيتصل بيا وبيقول لي لازم اجي لان المزارعين عاملين مشكلة جامدة جدا مش عايزين يشتغلوا. فانا استغربت، انا حليت المشكلة المرة اللي فاتت، وانت بتكلمني الساعة 10؟ ده انا على بال ما اقوم وارتب واجهز هبقى عندك على الساعة 1 2 كده، انا مش عايز اروح بقى واتأخر واقعد ارجع بالليل والقصة دي. فقلت له طب ما نخليها يوم تاني. وانا بكلمه كده سمعت صوت المزارعين بيزعقوا مع بعض وبتاع، فعرفت ان الموضوع ايه لن يحتمل الانتظار. رحت واخد عربيتي وطاير على هناك. هو كان يوم خميس، انا وصلت هناك كده تقريبا يعني الساعه 2 الظهر تقريبا. يعني اول ما وصلت هناك ما عدتش بقى من الطريق بتاع الخفافيش، ما انا خلاص بقى اخر مره قلت لا خلاص مش هعدي من عنده تاني وانسى بقى الموضوع تماما. وصلت المزرعه لقيت العمال ماسكين في بعضهم وفي اللي مش عايز يشتغل، حاجه غريبه جدا يعني. طبعا هم كانوا بيعملوا الحركات دي عشان نعللهم الاجره بتاعتهم. فالمهم قعدت معاهم اتكلم وقلت لهم ان شاء الله لو خلصنا الموسم ده بسرعه هعللكم الاجر. طبعا الكلمه دي كلهم فرحوا ما عدا واحد منهم، قال لي يا باشا انتوا بتعلوا لنا كل مره الاجر حاجه بسيطه، لو سمحت احنا عايزين اكتر من اللي احنا بناخده الضعف. فانا استغربت جدا، قلت له يا عم الناس كلها بتحاسب بنفس الحساب اللي احنا بنحاسبه ده. لكن هو ما رضيش يقتنع وشد كل الناس معاه. في الاخر اضطريت ان انا اوافق، لاني كلمت واحد زميلي يعني عنده ارض جنبينا وسالته يعني بتحاسب العمال على كام، علشان انا اللي عندي عاملين مشاكل. فاكتشفت ان انا فعلا كنت بحاسبهم على قيمه قليله جدا. المهم قلت لهم موافق ويلا خلصوا لنا الموسم ده وهروقكم وهعمل لكم مكافأة كمان. المهم رحت جايب كوبايه شاي وقاعد كده بقى اتفرج عليهم وهم بيشتغلوا. لقيت الراجل ده اللي هو اللي كان معاصلك ده اللي قومهم كلهم، الزعيم الاشتراكي ده، راح جاي كده قاعد جنبي على الارض كده وبص لي وقال لي انت عارف يا استاذ محمد، انا مره وانا معدي شفتك واقف مع الراجل اللي في البيت اللي هناك ده اللي عنده الفيلا ولا السرايا دي. قلت له ايوه بتاع الخفافيش. فراح بص لي كده قال لي خفافيش؟ قال لي ما اعرفش الموضوع ده. قلت له ازاي ما تعرفش الموضوع ده؟ ده البيت بتاعه كل يوم بالليل بيبقى مليان خفافيش، بتبقى الخفافيش دي طايره مغطيه السماء، ازاي ما تعرفوش؟ فبص لي كده وحسيت ان هو مستغرب الكلام يعني. قال لي لا يمكن انا ما بعديش من هناك بالليل. المهم يعني يا باشا خد بالك من الراجل ده، لحسن الراجل ده مش مظبوط، طالع عليه كلام كده كتير جدا في البلد هنا. بقول له كلام زي ايه يعني؟ قال لي يعني كلام كده زي ان هو بيربط اراضي، وانا اعرف واحد صاحبي جارنا هنا يعني الارض بتاعته اتربطت وقعدت فتره طويله جدا مربوطه، ولا عارف يبيعها
ولا عارف يزرع فيها، ولو حاول يبيعها مثلا تبص تلاقي اللي بيجي يتفرج عليها ما بتعجبوش، ولو حاول يزرع فيها ما بتعيشلوش زرعه. فانا بس بحذر حضرتك لان هو عارف ان انت بتشتغل معانا في المزرعه هنا، فممكن يعني يعمل معاك اي حاجه بالحركات بتاعته دي، خاصه ان هو واحد يعني مش مظبوط، الناس كانت بتروح له على مشاكل دايما وحاجات كده ايه مش كويسه. انا مش فاهم هو عمال يتكلم كده في المداري وانا مش فاهم هو بيتكلم عن ايه، نفسي افهم، وبرضه مش عايز افتح كلام معاه ولا يكون ايه بيتكلم معاه كده عشان يهرب من الشغل. رحت قاطم معاه الكلام، قلت له طب خلاص هشوف الموضوع ده ان شاء الله، وانا كده كده يعني ما بعديش عليه، يعني ما عنديش مشكله، ما تقلقش عليا انا كويس يعني. المهم راح ماشي، وحسيت ان هو كده ايه، حاسس ان انا بسجده يعني. فضلت قاعد للساعه 6 ورحت واخد عربيتي ومتحرك. للاسف في اليوم ده كان الطريق اللي هو الطويل اللي انا بمشي منه كان مقفول تماما. كان في عربيه كده، مش عربيه، جرار كبير كده عطلان وسدد الطريق، وسده بطريقه ان ما ينفعش حد يعدي من جنبه، ولا يعني مفيش، العربيه مش هينفع تعدي. فانا في الحاله دي مش هيكون عندي غير الطريق اللي هو بعدي فيه على البيت بتاع الخفافيش ده. قلت مش مشكله، انا هعدي بسرعه ومش هبص ولا هعمل اي حاجه، اقنعت نفسي يعني ان انا هعدي عادي كده. المهم عديت، واول ما وصلت عند البيت حسيت كده ان انا عايز اقف بالعربيه، معرفش حاجه كانت بتشدني ان انا عايز اقف بالعربيه قدامه واشوف البيت ده فيه ايه من جوه في الوقت بتاع بالليل ده. والغريبه اني ما لقيتش خفافيش خالص. رحت راكن العربيه واقف جنبها كده، والدنيا بقى طبعا كانت خلاص بقى بدأت تضلم خالص، يعني يا دوب ما انت شايف حاجه غير من ضوء القمر اللي لسه ما ظهرش اصلا. ببص على باب البيت لقيت حاجه كده ايه بتتحرك حوالين الباب، بس مش بني ادم، يعني حاجه صغيره كده، حاجه في حجم فرخه، حجم حمامه صغيره. قعدت اقرب على البيت لحد ما وصلت قريب جدا من باب البيت. اتاري اللي ماشي ده خفاش صغير بس ماشي على رجليه الورانيين، شكله غريب جدا، يعني حتى انا بقيت عمال اقول انا بيتهيألي ولا ايه. وكان ماشي كأنه زي ما يكون ست عجوزة بالظبط، يعني انت لما تشوفه من بعيد كده ما تقولش ده طائر مثلا او حيوان او كده، لا 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 لا، ده كأن بني آدم ماشي، كأن ست عجوزة ماشية وبتعرج. انا بصراحة بعدها خفت جدا، رحت راجع على العربية وراكبها وطيران على البيت. المهم روحت بعد كده وعشت حياتي عادي خالص، بروح الشغل كل يوم، برجع المزرعة بقى ايه، المفروض ان انا خلصت شغلانة جامدة جدا هروح لهم بعد 10 ايام كده. المهم بقى في يوم كان في شغل في المكتب بتاعي ولازم اسهر شوية في المكتب، وكل الموظفين مشوا ما عدا الساعي، ما رضيش يسيبني يعني لحد كده ايه، لحد الساعه 8. يعني الموظفين مشوا الساعه 5 كلهم، وانا وهو قعدنا من 5 ل 8، بس انا ما لحقتش اخلص الشغل وهو كان عايز يمشي. فقال لي انا همشي بقى يا استاذ محمد عشان عندي شغل بدري بكره، معلش بعد اذنك انا سبت لك كل حاجه وظبطت لك كوبايه شاي متلقمه وجاهزه، وانت خش اعمل الشاي على طول الدنيا جاهزه. فقلت له ماشي يا عم، انا مش همشي دلوقتي لان في شغلانه لازم تخلص عشان هتتسلم الصبح، مش هروح الا لما اعملها. المهم راح واخد بعضه وماشي، وسمعت هو بيقفل الباب وراه بتاع المكتب. فضلت قاعد شغال لحد الساعة 10 وشوية كده، وسمعت صوت باب المكتب بيتفتح كده، بيعمل كده صوت زي تزييق، مع ان هو باب حديد مؤمن يعني المفروض ما يزيقش. طب ايه صوت التزييق ده؟ فرحت طالع من مكتبي، بصيت كده لقيت الباب مقفول وكله تمام. رجعت قعدت، برضه الباب بيعمل صوت تزييق كده. قلت يمكن مش من عندنا هنا، من حتة تانية، مع ان المكتب مقفول قفلة صعب انه يجيب اصوات من بره يعني. شوية كده ولقيت كرسي بيتحرك، سمعته يعني، سمعت صوت كرسي بيتشد كده. رحت طالع بره عشان اشوف، لقيت الكراسي كلها في مكانها. كل الحاجات دي كانت بتحصل كده على طول، يعني مسافه ما ارجع اقعد على المكتب ابص الاقي الحاجات دي بتحصل. بصراحه قلقت وفكرت ان انا امشي وارجع اشتغل الصبح مثلا، بس ما ينفعش، الشغل مطلوب يتسلم الساعه 8 الصبح، مش هلحق، لازم ان انا اخلصه دلوقتي. المهم شويه كده وسمعت صوت معلقه الشاي وحد بيقلب في الكوبايه. انا طبعا الدم نشف من وشي، مبقتش عارف اعمل ايه، ولسه بحاول ان انا اطلع صوت عشان انده واشوف مين اللي بره. سمعت صوت الساعي بيقول لي مش عايز حاجه يا استاذ محمد. مش عايز اقول لكم ان انا كنت خلاص هنهار من كتر الرعب. استغربت قلت يمكن رجع ولا حاجه، طب لو رجع المفروض يكلمني، وبعدين باب المكتب مقفول، هو معاه مفتاح بس يعني اكيد هيخبط عليا قبل ما يدخل. قعدت تدور في دماغي سلسله حاجات كده. رحت قايم من على المكتب عشان اروح اشوف هل هو موجود في المطبخ فعلا ولا انا بيتهيألي ولا ايه. وكانت المفاجاه الصادمه، لما طلعت من المكتب لقيته واقف جوه المطبخ، وفي ثواني كده اختفى. المهم ان انا بعد الموقف ده قلت انا مش قاعد ثانيه في المكتب، ورحت لامم حاجتي وقلت هكمل في البيت وخلاص.
حتى رحت واخد ورق تصوير يومها لان ما كانش عندي ورق تصوير في البيت، قلت هكمل كل حاجه وهسلم الحاجه من بره كده، مش هسهر انا في المكتب ده. ورحت مروح على البيت وخلصت الشغل هناك كله. بعد كام يوم جه الميعاد اللي هروح فيه المزرعه، ورحت واخد بعضي على الساعه 7 كده ونص، رحت نازل على الساعه 8 بقيت على الطريق. اتحركت ووصلت كده لحد قبل السجن اللي هو قبل طريق السادات، سجن اسمه وادي النطرون كده، قبليه بحته صغيره كده في دخله بقى بتدخلك على الطريق الداخلي. وانا داخل كده راحت عربيه نقل جايه من جنبي طيرت لي نص العربيه اللي قداماني. طبعا كانت حادثه قويه جدا، والعربيه طافت بعديها وما رضيتش تشتغل. ده غير بقى ان في حاجات كتير جدا باظت، الرادياتير باظ والكشافات، ونص العربيه اللي قداماني تقريبا اتبهدل. فضلنا بقى واقفين نتفاهم مع الراجل اللي خبطنا، وانت غلطان وانا غلطان. المهم خلصت العمليه ان انا ساعتها كانت العربيه متامن عليها فما همنيش. رحت متصل بشركه التامين وراحوا جايين شافوا الوضع، اخدوا العربيه وبقيت انا قاعد من غير عربيه. طبعا في اليوم ده ما رحتش المزرعه يعني اتشائمت بقى، رحت واخد بعضي وراجع، وكلمتهم في المزرعه قلت لهم هاجي لكم يوم تاني عشان العربيه باظت. المهم ان العربيه كانت هتاخد اسبوعين في التصليح، فبلغتهم انا بكده يعني العربيه مش هتتصلح دلوقتي، العربيه هتاخد اسبوعين في التصليح، فلو عايزيني حاجه ضروريه هضطر ان انا اجي مواصلات. تمام. اتفقت كده مع المزارع اللي هناك وكله تمام التمام. بعد يومين 3 كده والساعه 1 بالليل جالي حلم وحش جدا. كنت نايم عادي كده، لقيت الراجل اللي هو بتاع الخفافيش ده قاعد جنبي كده في الاوضه، والتحديد قاعد على كرسي المكتب وقاعد كده وعمال يبص لي كده بنظرات استهزاء. وحسيت كده ان الموضوع ليه علاقه بحادثه العربيه، كانه بيضحك عليا يعني. معرفش ايه اللي خلاني احس كده ان هو قاعد قدامي فعلا مش حلم، لاني حاولت اصحى من النوم معرفتش. قعدت كده احاول اقوم من النوم، عارف انت الاحساس ده لما تبقى جوه حلم كده، كابوس مفزع، وتحاول تطلع منه بس مش عارف. وبعد محاولات قدرت ان انا اصحى. طبعا لما صحيت معرفتش انام تاني في الليله دي خالص. وكالعاده على الساعه 6 الصبح او 7 كده بدات انعس. رحت متصل بيهم في الشغل وقلت لهم معلش انا مش جاي النهارده عشان تعبان، ورحت نايم بقى مديها نوم طول اليوم. بعديها بكام يوم كده كان يوم خميس برضه، معرفش انا المزرعه دي كانت مكتوب عليها دايما يوم خميس لازم. انا بص زمان كنت بحس ان يوم الخميس ده بالنسبه لي يعني مش يوم نهايه الاسبوع والناس كلها بتروح تزور اهاليها او بتخرج او بتتفسح، لا انا يوم الخميس ده عندي طول حياتي كان يوم شغل لحد الصبح. والله. المهم لقيت المزارع اللي مسؤول عن المزرعه بيكلمني وبيقول لي لازم تيجي، في مشاكل رهيبه، العمال سابوا الحاجه ومشي، وكمان اخدوا المعدات بتاعتنا، لانهم كانوا بيقولوا ان انت وعدتهم انك هتزود لهم اليوميه وانت ما زودتهاش ولا حاجه. انا استغربت جدا، قلت له ليه؟ ده انا قلت لهم ان احنا هنخلص الموسم وهديهم الاجر بتاعهم اللي فات دبل، هم عايزين اكتر من كده. المهم طبعا انا كده مضطر اروح المكان، واخر مره رحت فيها بالمواصلات كانت من فتره طويله جدا، فاتحركت وانا كنت عارف المواصلات بتاعتها بتتركب منين. يعني بنيجي من ميدان الرمايه كده نركب حته تنزلنا على طريق مصر اسكندريه، من طريق مصر اسكندريه بنركب حاجه تودينا السادات، ومن عند السادات بقى بنشوف بقى اي حاجه تودينا بقى عند المزرعه، تاكسي توك توك اي حاجه. المهم رحت نازل، طبعا ركبت كذا مواصله، وصلت هناك الساعه 11 الصبح. وقفت لحظه كده عند المدخل اللي بره على الطريق اللي هو الطريق بقى بتاع البحيره ده، السادات البحيره. وقفت لحظه كده عشان اشوف هدخل من الطريق ده اللي فيه البيت بتاع الخفافيش ولا همشي من الطريق الطويل، ما انا على رجلي اكيد مش هلاقي حد يطلع لي من جوه يعني. وكمان الراجل المزارع مش هينفع يسيب المكان، هو كان ساعات يطلع يجيبني بالتروسيكل بتاعه، لكن المره دي ما كانش هينفع. عادي انا بحب اتمشى في الشمس كده المهم قلت لا انا مش همشي ناحيه البيت بتاع الخفافيش وهمشي من الطريق الطويل. كنت حاسس ان انا قلقان، انت خارج عربيتك كده بتبقى حاسس ان انت يعني حاسس انت متعري في الشارع. المهم قعدت امشي تقريبا 25 دقيقه لحد ما وصلت للمزرعه جوه، ورحت متصل بالريس اللي هو كان جايب لنا العمال دول، خليته يقنعهم ان هم يرجعوا تاني وانا هظبط لهم اليوميه النهارده وهديهم مبلغ كويس بس يرجعوا يخلصوا لنا الشغل بتاعنا. وفعلا اتفق معايا، بس قال لي مش هينفع يرجعوا النهارده لان خلاص الوقت عدى، يعني المفروض يشتغلوا من بدري. قال لي هيجوا من يوم السبت ان شاء الله. انا قلت خلاص مفيش مشكله. المهم بقى ان انا فضلت قاعد مش لاقي حاجه اعملها، فضلت قاعد كده ابص على السقف كده والف ورا البيت واجي هنا واجي. فجاه لقيتها بقت الساعه 4 كده تقريبا او 4 ونص. طبعا انا مش معايا عربيه، لازم اتحرك بسرعه قبل الدنيا ما تضل. لسه هتحرك لقيت مرات المزارع اللي عندنا ده طالعه تجري عليا وتقول لي الحق يا استاذ محمد، الحق يا استاذ محمد. رحت طالع اشوف في ايه، لقيت واقع على الارض وتقريبا في شجره وقعت على رجله فتحت له رجله. موقف غريب جدا في وقت غريب. طبعا احنا لا معانا عربيه ولا معانا اي حاجه، يعني هنطلع ازاي من مكان زي ده؟
المهم لقيته هو اتحرك من نفسه وراح جايب شاش وقطن وراح لافف رجله. القصة دي أخدت لها بتاع ساعة، ساعة ونص كده على بال ما اطمنت عليه، وبرضه الدنيا ضلمت واضطريت إن أنا أمشي والدنيا مضلمة. طبعا هو التريسيكل بتاعه كان عطلان، فقال لي مش هينفع أطلع مع حضرتك عشان والله التريسيكل عطلان وأنا آسف وبتاع. قلت خلاص نصيبك يا عم محمد، تمشي في الضلمة دي على ضوء القمر. ورحت متحرك وقعدت أتمشى بقى في الطريق لوحدي كده، وكنت مشغل الموبايل جنبي ومعلي الصوت بتاعه، يعني مشغل كده حاجة قرآن كده ومعلي الصوت قوي. يعني حتى أي حد كان يعدي من جنبي موتوسيكل ولا أي حاجة كان يبص لي كده يعني أكيد عارف حاسس إن أنا خايف. يعني بعد ما وصلت نص الطريق كده، طبعا أنا ما مشيتش طبعا من الطريق اللي فيه بيت الخفافيش، ما رضيتش خالص، يعني كانت أعصابي بايظة بطريقة. جو الليل كده وأنت ماشي وسط الغيطان تحس إن إيه، إن ما كانش عفريت هيطلع لك، بني آدم هيطلع لك يعمل معاك حاجة. وأنا ماشي كده لمحت كده حد ماشي بالراحة بعيد عني، كان ماشي كده بيزك كده بطريقة غريبة، يعني تحس إنه حد كبير في السن مش باين المعالم. يعني أنا طبعا خفت جدا، بس في نفس الوقت وأنا خايف يعني كده حسيت إن أنا إيه، اطمنت إن في مخلوق معايا في هذه الإيه الصحراء الجرداء. المهم رحت مقرب عليه بسرعة، لقيته كده راجل عجوز، وشه كده فيه بشاشة وشكله كده هادي كده وأول ما شافني راح مسلم عليا كده، ازيك يا ابني عامل ايه؟ راح باصص لي من فوق لتحت كده وقال لي يعني ايه اللي ممشيك هنا دلوقتي؟ وشكلك كده مش من البلد اصلا. فقلت له ايوه انا المحاسب بتاع المزرعه اللي جوه هنا، بس عربيتي عطلانه فاضطريت النهارده اجي بالمواصلات. الحمد لله اني لقيتك يا حاج عشان نسلي بعضينا لحد ما نطلع على الطريق. مش انت طالع على الطريق برضه؟ قال لي اه انا طالع على الطريق. قلت له انا رايح القاهره، انت رايح فين؟ قال لي لا انا رايح الفيوم، بس ممكن انا وانت ننزل في ميدان الرمايه، هنركب مع بعض من بره. ولقيته مبسوط كده بالصحوبيه وبتاع. قعدنا بقى نتكلم طول ما احنا ماشيين، كان فاضل بقى تقريبا بتاع ربع ساعه كمان كده عشان نوصل على الطريق السريع. الجو قمر كده، بس طبعا يعني طالما معاك حد في الطريق ده خلاص بتبقى الدنيا هينه شويه. يعني انا كنت بمشي بالعربيه في الطريق ده بالليل وكنت بترعب، ما بالك ماشي على رجلي بقى. يعني قعدنا نتكلم انا وهو، وجات في سيره الكلام الراجل اللي هو صاحب البيت بتاع الخفافيش ده. لقيت الراجل العجوز بيقول لي انا قديم جدا في المنطقه دي وعارف كل الناس اللي هنا. ايه اللي الراجل ده غريب جدا، عيلته جت من 7-8 سنين كده، ووالده توفى من 5 سنين، وبعديها بدأت تظهر حاجات غريبة في البلد. فقلت له بصراحة أنا التعارف بيني وبينه كان عشان الخفافيش اللي بتطير فوق البيت دي. فلقيته يبص لي كده بيرفع حواجبه ويقول لي خفافيش؟ لا يا ابني هو مفيش خفافيش ولا حاجة، هو اللي انت شفته ده كله دي كائنات من الجن، دي مش خفافيش ولا حاجة. أولا مفيش خفافيش بالشكل اللي انت بتوصفه ده، ثانيا الخفافيش مش هتطير بالطريقة العدوانية دي بالليل كده، مفيش الكلام ده غير في مناطق تكون فاضية خالص ما فيهاش سكان. أنا استغربت منه جدا. لقيته بقى إيه، قعد يكمل كلامه ويحكي لي قصص مرعبة بقى. قال لي إن في واحدة في البلد عندها مشكلة مع مرات أخوها، والمشكلة إن هي إيه، مرات أخوها طيبة جدا لكن هي الست دي كانت شرانية، فراحت للراجل ده وراحوا عاملين عمل للست دي ودربكوا لهم البيت بتاعهم خالص، والموضوع انتهى بإن أخوها ده راح مطلق الست دي ورماهم في الشارع، مع إنهم كانوا بيحبوا بعض جدا والدنيا كانت آخر جمال. فأنا قلت له هو معقول السحر يعمل الكلام ده؟ قال لي طبعا يعمل أكتر من كده كمان. الإنسان ضعيف الإيمان بيتلمس بسرعة من السحر على طول، وبيتأذي أسرع من غيره، أسرع من حد يكون مؤمن ومقرب لربنا. المهم قعد بقى يحكي لي قصص تانية بقى عن ربط أراضي. يعني مثلا واحد عايز يشتري أرض من واحد، بس عايز يشتريها بسعر مثلا رخيص قوي، فالواحد ده مش عايز يبيعها له، واللي عايز يشتري الأرض يطلع على الراجل الدجال ده ويربطها له، لا يعرف يبيع ولا يعرف يزرع، والأرض كده تتساب لحد ما تبقى أرض بور ملهاش أي لازمة في الدنيا. طبعا أنا عمال أسمع مرعوب. المهم بقى وصلنا بره على الطريق ورحنا راكبين ميكروباص، واحنا قاعدين بقى مع بعض. فقلت له طيب أنا دلوقتي اتعاملت مع الراجل ده، إيه الخطر اللي ممكن يحصل لي؟ قال لي لا طبعا هي ممكن يحصل لك حاجات كتير، بس أنا أنصحك إنك تقرب لربنا قوي، وكمان ما تعديش من عند البيت ده خالص، وحاول لو جات لك أي أحلام أو جات لك أي هواجس أو حاجات غريبة بتطلع لك، حاول تذكر ربنا وخلي كتاب الله في جيبك على طول. طبعا أنا بعد ما سمعت الكلام ده قررت إن أنا مش هروح تاني، خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لي. المهم عدت الأيام والعربية اتصلحت أخيرا، وبعد 10 أيام كده رحت المزرعة الساعة 7 الصبح. وصلت هناك 9. بقالي بقى فترة ما جيتش من الطريق ده، فكان نفسي كده أخش أبص على البيت بصة نهائية بقى وخلاص مش هعدي تاني من الطريق ده. وفعلا رحت واصل عند البيت،
وأول ما قربت منه نفس القوة اللي جات لي من فترة، حاجة كده بتخليني عايز أقف وأنزل أشوف البيت فيه إيه. مش عارف كانت بتحصل لي إيه الحكاية دي. رحت راكن العربية ونازل. لما قربت من البيت لقيت التراب على الحيطة بتاعته وعلى الشبابيك كأن حد ما دخلوش بقاله سنين. المهم فضلت أقرب لحد ما بقى بيني وبينه كده 6-7 متر. ببص جواه لقيته منور من جوه. هو كان بالنهار بقى، بس حد فاتح الشبابيك يعني من جوه، وحسيت ان في حد بيتحرك. حاولت اقرب كده، معرفش ايه اللي كان بيخليني اعمل كده، بس كنت حاسس ان انا عايز اعرف البيت ده جواه ايه. حاولت اقرب كده وانا عندي فضول بطريقه غير عاديه، ان انا عايز اعرف البيت ده فيه ايه اللي جوه البيت ده. قلت يمكن اشوف الراجل ولا حاجه واكدب كلام كل الناس دي. المهم فضلت اقرب، حسيت باحساس غريب كده، حسيت اشعاره بجسمي كده غريبه. المهم برضه بالرغم من ده لقيت نفسي عمال اقرب. اول ما بقى بيني وبين الباب حته بسيطه، لسه هقرب عند باب الشقه، سمعت صوت واحده بتضحك ضحكه